مساء الخير، يا رب ان شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. هنا عندي لحم مفروم بقلبيه، وعندي هنا بصل، فرامة بصل، بصلايتين، بصلاية أكثر كيفهم، وترمت وياها نص فلفلاية أخضر، نص فلفل دارة أخضر ترمت وياها وتطعم طيب. وهنا عندي السباكيتي، راح أسوي سباكيتي باللحم والمعجون والتوابل والبصل. فهسه أقلب اللحم حتى أضيف عليه البصل ونسوي سباكيتي، وأسلق السباكيتي. الصراحة بدي أسلق السباكيتي. هنا ضفت البصل، هسه راح أخليهم يتقلوا، بعدين أضيف لهم التوابل والمعجون. هسه راح أبدي أسلق بالسباكيتي. وهنا ضفت السباكيتي، قسمتها نصين وضفتها، فراح أسلقه، فتسلقه شوية وأرفع من النار. أنا ضفت شوية ملح، ولو راح أنا لما أسلقه راح أخلي عليه مي حتى أصفيه. ضفت له خاشوقة زيت الطبخ، زيت الطبخ، على مود ما يتلازق معنا. هسه راح أغطيه. عندنا هنا حشوتنا بعدها كملت عندنا، ان شاء الله فد شوية وتكمل هي والسباكيتي. وهنا راح اصفي السباكيتي. هنا الحشوة تقريبا كملت، فد شوية ان شاء الله. وها هي بس راح اصفي السباكيتي من الماء. هنا ضفت التوابل، عندي هنا دارسين، عندي بهارات جدر، فلفل اسود، ملح، قليل من الثوم، وعندي هنا الكمون ضفتهم. راح اخلطهم ونضيف المعجون مالت الطبخ. هنا ضفت 3 خواشيق كبار، مالت 3 خواشيق معجون، خواشيق مالت اكل او ملاعق. راح اضيف عليه فد شويه مي، واحتمال اضيف معجون ما ضفت له. راح اخلطهم بعدين نضيفهم على السباكيتي. هنا كملت عندي الحشوة، ضفت لها مرتلخ معجون، تشحب يضيفون ضيفوا، احنا نحبها تكون حمراء لونها احمر يعني. وعندي هنا ورا ما صفيت السباكيتي، هسه راح اضيف الخلطة او الحشوة هاي فوق السباكيتي. هنا ضفتها بهذا الشكل، راح ابدي اقلبها واخلي السباكيتي كله يصير بيه لحم والصلصة اللي ضفتها. هنا ورا ما خلطته صار بهذا الشكل، فراح اخليه يتهدر. نصيت عليه الطباخ حتى يعني يتهدر ويانا ويستوي بعد اكثر. وهنا كمل السباكيتي مالتنا وصار بهاي الطريقة. صار بهاي الطريقة، الريحة كلش كلش طيبة، ويا طرشي ويا الروبة ويا هاي الوردة الحلوة. هاي كمان عندنا صار بهاي الطريقة، وجربوها يا رب ان شاء الله اللي يجرب هاي الأكلة ألف ألف عافية على قلبه. ولا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل فيديو أنزله، ومع ألف سلامة.